ده نخش على طول في الجزء بتاع الفانكشناليتي. هنلاقي ان الفانكشناليتي هنا هو بيديفاين ثلاث حاجات: حاجه اسمها بورت، وحاجه اسمها تشانل، حاجه اسمها تشانل جروب. طيب لو كنا فاكرين لما كنا بنشوف في البورت كان عامل تيبل كده، كان بيقول ان البورت بيتكلم على كل بن باسم بن. اما في الدي اي او هنا بنتكلم على البن باسم تشانل. هو نفس المسمى، البن في البورت هي نفسها ايه التشانل. والاتنين بيتكلموا على الهاردوير بن معينة، مثلا زي مثلا بن زيرو في بورت ايه اللي هي بي اي زيرو مثلا. فاسمها في البورت هيكون بن، واسمها عندنا كده هيكون، او في الدي اي او هيكون ايه تشانل. البورت برضو نفس المسمى، سواء هنا أو هناك الاتنين بورت هما بيتكلموا على البورت بشكل عام، سواء كان أيا كان عدد البنز بتاعته. بس في كونسبت جديد أو مسمى جديد عندنا اسمه تشانل جروب. طيب لو جينا نزلنا شوية كده هنلاقي إن ده كده آه، يعني هو أنا عامل رسمة توضيحية كده لشكل التشانل جروبس. فلو احنا عندنا مثلا بورت بالشكل ده كده، زي ما كنا لسه بنقول دلوقتي، ده كله على بعضه التمانية بنز دول، دول اسمهم بورت. وعندنا بين زيرو لوحدها او كل بين لوحدها سواء من زيرو لسفن، دي كده بيكون عندنا اسمها تشانل. التشانل جروب هو عبارة عن جروبنج لكذا بين جنب بعض. فمثلا هنا في الاكزامبل هو عامل هنا جروبنج للبنز من 1 ل 4. والبنز دول كده عامل لهم زي ايه تشانل جروب واحد يقدر. الفكره بتاعت التشانل جروب ان انت تقدر تكنترول الفاليوز بتاعتهم كلهم مره واحده، سواء كانت برايتنج او بريدنج. فهتلاقي عندنا هنا كده بيستخدم فانكشن او يبقى اسمها دي اي او رايت تشانل جروب. بديله هنا التشانل جروب اي دي بوينتر. هنشوف دلوقتي ايه الفانكشن او ايه الداتا اللي ممكن تكون فيه، والليفل اللي انت عايز تحطه فيه في التشانل جروب ده. طيب لو جينا بصينا كده هنلاقي ان انا عشان اعرف مبدئيا كده التشانل جروب لازم يكون البنز جنب بعض. يعني مثلا ما ينفعش اعمل تشانل جروب بين 0 و1 و6 مثلا. لازم يكون التشانلز دول جنب بعض، ممكن 0 1 0 1 2 ايا كان العدد بتاعهم. طيب فاول حاجه لازم اعرف إيه البورت اللي انا هعمل عليه الكنترول ده، سواء كان بورت A او B او C او D او E في الكيس بتاعتنا يعني. طيب تاني حاجة محتاج أعرفها إيه؟ محتاج أعرف هما كام بن موجود معايا في التشانل جروب ده كده. فالكام بن موجودين معايا، اللي موجودة معايا دي كده بتتعرف عن طريق حاجة اسمها الماسك. الماسك ده كده هو بيبقى تشوف البنز اللي انت موجود او الموجودة في التشانل جروب، وبتحط واحد مكان كل بن موجودة. فاحنا هنا مثلا كان بيكنترول البيتس من واحد لفور. هنا الآلة الحاسبة هنا كده، وجبنا البنز أو البنز دي مثلا عملناها من 1 ل 4، هنلاقي إن الهكس بتاعتها واحد إي، هو نفس الفاليو إيه بتاعت الماسك اللي موجودة هنا كده. طيب الحاجة التالتة اللي هي الأوفست. طب دلوقتي أنا عندي ماسك، الماسك ده كده عرفت منه إن أنا عندي أربعة بيتس موجودين. طب البيتس دي مكانها فين في البورت ده؟ فدي بتحددها الاوفست. فاوفست 1 معناها ان الماسك ده كده بيبدأ من، او البنز بتاعتي بتبدأ من البن رقم واحد في البورت ده. فده كده الجزء بتاع التشانل جروب. فهنلاقي ان الدي اي او بتوفر تو سيرفيسز بس كده، اللي هي الريد او الرايت. والريد على ليفل البورت او التشانل جروب، نفس الكلام في الرايت على ليفل البورت او التشانل جروب. اقدر اقول اي حاجه، اي كومبينيشن من الحاجات دي كده. فممكن اقدر اريد ريد بورت او اريد تشانل او اريد تشانل جروب، نفس الكلام في طيب خلينا نبص على الانيشاليزيشن بتاع البورت. هتلاقي قالك ان هو done by البورت درايفر، فالمفروض ما عندناش initialization للدي اي او موديول. خلينا دي كده الريكويرمنت مش مهم، او مش محتاجين ان احنا نبص عليها قوي دلوقتي. خلينا نبص على تاني. مفيش حاجة تانية في الفانكشناليتي نقدر ان احنا نكفرها. الموضوع بسيط خالص، وهو فعلا مقتصر على الرسمة دي كده.
ان احنا نقدر نسبورت الفانكشناليتي ديت كده او السيرفيسز دول للدي اي او موديول. خلينا نعدي كده على الاي بي اي سبيسيفيكيشنز. تعال نشوف التايبس الموجوده فيه. هتلاقي فيه التشانل تايب ديت طبعا بتقول لك الاي دي بتاع البن، او سوري الاي دي بتاع الدي اي او تشانل رقمه كام بيكون من الدي اي او تشانل تايب. عندنا البورت تايب برضه نفس الكلام، الاي دي بتاع الدي اي او بورت. عندنا حاجة اسمها تشانل جروب، دي بتكون فيها الماسك والاوفست والبورت، زي ما كنا اتكلمنا او شرحنا في الجزء بتاع التشانل جروب. عندنا الليفل تايب دي بتكون يا اما لو يا اما هاي. عندنا برضو البورت ليفل تايب دي بتكون يو انت على حسب السايز بتاع البورت، فممكن تكون يو انت 8 او 16 او 32 وهكذا. فدي كانت الداتا تايبس او التايب ديفينيشنز الموجوده في الدي اي او موديل. خلينا نعدي سريعا كده على الفانكشنز الموجوده. زي ما قلنا هو مفيش init function. فهنبدا بالريد فانكشن او ريد تشانل. الريد تشانل هي كل وظيفتها انها بتريد الفيزيكال ليفل بتاع التشانل معينه بالتشانل اي دي او بالكونفيجرد تشانل اي دي. طبعا هنشوف الشانل اي ديز والحاجات اللي بيحصل لها جنريشن كده لما نيجي للجزء بتاع التول. بس هي بتاخد الشانل اي دي وبتريتيرن الليفل تايب سواء كان هاي او لو. نفس الكلام في رايت تشانل، هي بتاخد الشانل اي دي وبتاخد الليفل وبتسيت او بتكلير البن دي بالليفل اللي انت عايزه. نفس الكلام لو جينا على البورت هنلاقي ان هو له ريد وله رايت. بتاخد البورت اي دي وبتريتيرن البورت ليفل تايب. نفس الكلام في الرايت، بتاخد البورت اي دي والليفل عشان تقدر انها تحط الفاليوز الموجوده هنا في على البورت بنز بالبورت اي دي ده. هنا في التشانل جروب هنلاقي برضو له الفانكشن اللي بتعمل ريد من التشانل جروب، والفانكشن التانية بتعمل رايت للتشانل جروب بنفس الطريقة بتاعة الحاجات التانية. لان احنا عندنا الجيت فيرجن دي ثابته في كله. في حاجه اسمها فليب تشانل. الفليب تشانل ديت بتعمل توجل. فهنا الديسكريبشن بتاعها بيقول لك changing from 1 to 0 or from 0 to 1. هي نفس هي التوجل فانكشناليتي اللي اتكلمنا عليها اللي عندنا ريجسترز بتعمل الفانكشناليتي.